وسط 6 فئات معتصمه قدام المجلس دلوقتي ومجلس الشورى. اهلا بحضرتك يا مدام ميرفت. انتوا كام واحد تقريبا معتصمين قدام مجلس الشعب؟ بالنسبه لجهاز تحسين الاراضي ولا باقي المعتصمين التانيين؟ كلكم على بعض؟ لا الاعداد كتيره. احنا دلوقتي موظفين في جهاز تحسين الاراضي يعني معتصمين دلوقتي لنا 24 يوم في الشارع. والمعتصمين اللي يعني بتتفاوت. في معاقين 69 يوم، اخواننا ذوي الاحتياجات الخاصه لهم 69 يوم دلوقتي في الشارع. اتعرفتوا على بعض يا مدام ميرفت وبقيتوا عارفين؟ ايوه مش بقينا جيران، مش قاعدين احنا جيران بقى. نتعرف على بعض طول النهار قاعدين، لازم نتعرف على بعض ونعرف مشاكل بعض. طيب انا هرجع لحضرتك يا مدام ميرفت في تفاصيل اكتر بخصوص الاعتصام. مدام ميرفت لما كنتوا تقفوا قدام مجلس الشعب او تعتصموا، دي كانت فكره مين؟ وسالتوا ايه الاسئله اللي سالتوها، ولا اتكلتوا على الله ووضبتوا هدومكم ورحتوا قدام مجلس الشعب؟ لا طبعا احنا يعني مشكلتنا الاول يعني اعرض مشكلتنا الاول واقول لحضرتك احنا جينا ليه. يعني احنا مشكلتنا عباره عن موظفين في جهاز التنفيذ المشروعات تحسين الاراضي التابع لوزاره الزراعه. الجهاز دون فيه 1938 موظف وموظفه على مستوى الجمهوريه. على مستوى البحيره احنا عددنا 230 موظف وموظفه. ايه اللي بنتعرض له؟ ايه ظروفنا وايه اللي احنا خرجنا ليه؟ احنا دلوقتي موظفين اداريين بياخدوا 3 جنيه وربع في اليوم. الاجر اليومي بتاعنا 3 جنيه وربع. انا مؤهل فوق متوسط، اجري 3 جنيه وربع في اليوم. في عندنا سواقين معدات ثقيله زي لودر وحفار وحاجات من دي، وفني في الورشه وغفير مرتبه 5 جنيه في اليوم. بنشتغل من امتى حضرتك؟ قررتوا ان انتوا هتعتصموا في الشارع، ومين اللي قالتوا تبقوا قدام مجلس الشعب؟ يعني انا عايزه اعرف الفكره ازاي اتبلورت. الاجراءات الاول ان احنا بقول لحضرتك، ما انا بحكي لحضرتك عشان اعرفك احنا وصلنا كده ازاي. يعني احنا دلوقتي الاجر اليومي بتاعنا ده كده، وبنتخصم مننا حصه التامينات الاجتماعيه 13.5%. المهم جه رئيس مجلس الاداره في 1/9 حب ان هو يتخلى عن جزء من العماله دي. احنا شغالين من 15 ل 20 سنه بالاجر ده. هو قبل كده كانوا 2 جنيه وربع مش 3 جنيه وربع. المهم رئيس مجلس الاداره لما تولى تقريبا في 2008 زودنا جنيه، الراجل يعني الله يكرمه زودنا جنيه، فبقينا ناخد 3 جنيه وربع بعد ما كنا بناخد 2 جنيه وربع. وهو برضه بيتفضل علينا بالموضوع ده، دايما بيذكرها ان هو زودنا جنيه. المهم ان احنا جه في فتره من الفترات 1/9 قال ان هو هيتخلى عن جزء من العماله دي لانها مالهاش لازمه. خد بال حضرتك، الاولا احنا الجهاز بتاعنا اللي احنا بنشتغل فيه يعتبر جهاز خدمي للفلاح، بمعنى ان هو في عندنا المعدات بتاعه الحرث تحت التربه، وبيطلع الجرار او اللودر او حاجه يعمل الخدمه للفلاح. دي كانت الاول بتتعمل بالاجل في الجمعيات الزراعيه على مدار على الزرع في السنه. وتطهير وازالات اللي هي حمايه الاراضي، وفي اللي هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي هو معمل لتحليل التربه، وفي الجبس الزراعي. المهم ان هو جهاز خدمي للفلاح. ده من فتره اتحول ان هو بقى الجهاز دوت بقى ياخد اجر من الفلاح. بقى بعد ما كان جهاز خدمي بيتعمل ب 2 جنيه و3 جنيه الساعه، بقى ياخد اجر. بمعنى ان اللودر بيطلع علشان يعمل التطهير للمصارف، بقى ياخد 65 جنيه في الساعه، وبيشتغل اللودر دوت من 6 ل 8 ساعات في اليوم. الراجل اللي بيشتغل عليها. اسمحي لي يا مدام ميرفت، انتوا وصلتوا لمرحله ان انتوا خلاص يعني عارفين مفيش حد هيعمل لكم حاجه، ولازم حد اعلى يسمع صوتكم. احنا الفكره بقى مش اسمه بس، انا قصدي يعني كلكم في نفس واحد قلتوا احنا لازم نعتصم. احنا شفنا الاعتصامات اللي بتحصل عند مجلس الشعب كان بدايتها اللي هم كتان طنطا. قلنا ان احنا هنسمع صوتنا، هنروح احنا دلوقتي صوتنا ما وصلش في البحيره وما وصلش في الوزير. عملتوا ايه بقى؟ عملتوا ايه قبل ما تروحوا؟ يعني جهزتوا نفسكم ازاي للاعتصام؟ سالتوا مين؟ استشرتوا ايه؟ ما يعني فكرتوا ازاي؟ احنا طول الفتره ساعه لما جينا في الاعتصام الاولاني قابلنا ناس من حقوق الانسان، وقابلنا الصحفيين، وقابلنا مع الناس دول. فالمهم ان احنا بدانا نشوف ان الناس دي ممكن تساعدنا ان احنا ناخد حقنا. واخد بالك؟ المهم احنا جينا بتقعدوا بقى ايه من الصبح لحد احنا بقول لحضرتك احنا مرتباتنا ضعيفه جدا. لا في الاعتصام من بات اعتصام. بس انا عارفه ان انتوا بتتبادلوا يعني. أيوة يعني احيانا بتبدلوا مع بعض. يعني زملاتنا طبعا مش معقول ان هقعد مثلا 24 يوم متواصل. طيب وسايبه اولادي. مفيش حد جه يقول لكم قوموا من هنا انتوا؟ احنا اول ما وصلنا الامن قابلنا فوسع لنا مكان، يعني عملنا البيت بتاعنا، يعني حجز لنا ودخلنا في البيت بتاعنا وقعدنا. ومن ساعتها وانتوا قاعدين؟ ومن ساعتها واحنا قاعدين. المهم ان احنا يعني كنا فاكرين ان هيحصل استجابه وحد هيسمعنا ويسمع صوتنا. طب وايه اللي قلقكم بكره الفئات المعتصمه؟ مين بقى مين جيرانكم اللي قلتي لي عليهم؟ مين المعتصمين؟ المعتصمين في عندنا اخواننا ذوي الاحتياجات الخاصه لهم 69 يوم في الاعتصام دلوقتي. وفي مركز المعلومات
وفي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللي هو تحسين الاراضي، وفي الميكنه اللي هي النوبريه شركه النوبريه، وفي توسن، ده توسن دول قدام وزاره الزراعه، اهالي توسن قدام وزاره الزراعه، وفي سالمكو اللي هي فرع الكليريك. فهمنا ان انتوا قلقتوا اليومين اللي فاتوا دول انه حد يتعرض لكم، وبالتالي قلتوا احنا لازم يعني نتحد مع بعض او لا هو مش قلق ان حد يتعرض لنا، يعني احنا خلاص بقى احنا خدنا على الشارع، مفيش تعرض ولا حاجه، هو الامن بيحرسنا وبيحرسنا، مفيش قلق ولا حاجه، بس احنا لقينا مفيش استجابه من كل الاستجابه اللي قابلتنا، ان اعضاء مجلس الشعب تكرموا وخدوا طلبات احاطه وقدموها في المجلس، بقى ثاني الناس اللي موجوده على فترات، يعني احنا 25، في ناس 14 يوم، في ناس 69 يوم، طلبات احاطه بتتقدم باسمنا ان الموضوع يتعرض، الناس دي مشاكلها كذا كذا كذا.